جزاكم الله بالخير. الحقيقة عندي حالة اليوم راح أعرض عليكم، لأني وقفت معهم لكن بعد كذا ما عاد أقدر بصراحة، ولا أقدر أتركها. الرجال هذا اللي أعرفه توفي قبل سنة وكم شهر كذا، 3 شهور 4 شهور، أسأل الله يغفر له ويرحمه، بس ترك وراه 14 واحد كلهم معاقين. 14 معاق. حاولنا نساعد، حاولنا نخدم، لكن خلاص ما بيدري شيء. أنا عني أنا ما بيدري شيء، أنا حاط حالتهم شوفوهم. شلل كامل، واللي ما يتكلم، واللي ما يسمع، اللي معاق، اللي ما يشوف، أسألكم بالله ساعدهم. وال 14 ذولي كلهم ما يسبق عليهم إلا شخص واحد موظف راتبه محدود. راتبه محدود يعني لو يشتري آيفون 3500 راتب. أوريكم كل شيء، وبحط تلفونهم ورقم حسابهم. اللي بيساعدهم لوجه الله أسألكم بالله لا تخونوهم، لأن وضعهم مرة سيء. النعم اللي انتم فيها هذا ال 14 نفس كل المعاقين، ان اذا زكوا واحد بياننا قامت الدنيا وقعدت وضاقت صدورهم. تعالوا شوفوا. طبعا هذا بيتهم، شايفين البيت؟ 14 معاق في هالبيت، شايفين كيف؟ شايفين البيت؟ شايفين اللي عندهم نعم وعندهم فلوس؟ شايفين؟ سووا هذولين، هذا واحد ما يقدر يمشي، معاق 2 3، هذا ما يمشي الا على الجدار، هذا ما يمشي الا على الجدار، هذا لا يتكلم. الذي لا اله الا هو نشفيهم ان شاء الله. طبعا البنات ما قدرنا نجيبهم لان بعد فيه 7 بنات هناك، فما حبينا نجيبهم ولا نتكلم عنهم، لكن تقاريرهم بوريكم اياها الحين. هذه تقاريرهم الطبيه، هذه تقاريرهم الطبيه كلهم ال 14 اعاقات، شايفينهم؟ كلها قضايا دين على والدهم رحمة الله عليه، أخذها عشان علاجهم لكن مات الله يرحمه والدين. ساعدهم لوجه الله تعالى. البنات ما طلعناهم، وانتم عارفين ليش ما طلعنا البنات، كبار في السن ولا ودنا والله نطلع أحد، لكن هذه تقاريرهم وإثباتهم. هذا حساب العائلة الوحيد لهم، اللي بيساعدهم واللي بيعطيهم شيء لوجه الله تعالى هذا هو أكبرهم، واللي يصرف عليهم بس الله يفرج همنا وهمهم. وبعد تلفونه بعد من الأسية وانسكب إهراء إلى الرحمن.